المطورين اللي بيتلككوا للناس عشان يفسخوا العقود بتاعتهم. ولو انا دلوقتي المطور جه قال لي شوف انت كنت واخد الوحده بكام ودلوقتي بقت بكام، ارد عليه ازاي؟ دلوقتي حضرتك كشركه تطوير عقاري محترمه، انا ما جيتش وانا بشتري كعميل قلت لك انت تكلفه الارض عليك بكام او اشتريت الارض بكام وتكلفه المباني بالالكتروميكانيكال بالكلام ده كله كام وحضرتك هتكسب كام 100 مليون ولا كام مليار. ده ما حصلش. فما ينفعش حضرتك تيجي تبص العميل في كام 100,000 او كام مليون جنيه هو كسبهم. ليه؟ لان هو لو كان حط الفلوس دي في اي شركه تاني كانت الاسعار هتزيد، لو كان حط الفلوس في دهب كانت الاسعار هتزيد، لو كان حط فلوسه في عربيه اي حاجه في الدنيا كانت الاسعار هتزيد. فحضرتك ما ينفعش تقول له الكلمه دي خالص. ده مش طبيعي ومش منطقي. مفيش حد يا جماعه بيكسب لوحده. انت لازم يعني ربنا جعلنا ارزاق لبعض، فحضرتك بتكسب والناس اللي حواليك بتكسب والناس اللي تحتيك بتكسب. ايه المشكله؟ لكن انت تبقى باصص له في الوحده بتاعته وعايز تفسخ معاه عشان خاطر ترجع الوحده على السيستم فتنزلها بالسعر الجديد، دي مش شطاره ولا نصاحه. انت كده ولا شاطر ولا ناصح. ليه؟ لان اكيد ربنا مش هيبارك لك في حاجه زي كده. الناس دي وثقت فيك وحاطين شقه عمرهم وحاطين فلوسهم، اللي باع ارض، اللي باع ذهب، اللي جايب شقه عمره، اللي متغرب، فحط فلوسه معاك ووثق فيك. فحضرتك لازم تكون قد الثقه دي. طيب انا دلوقتي الاسعار زادت عليا والماتيريال مواد البنا، هو مش ذنبه. ما حضرتك دلوقتي انا يا اما ابقى قد ان انا افتح شركه تطوير عقاري يا اما ما افتحش. في مطورين جم راحوا خدوا الفلوس والمقدمات وفلوس الناس، واللي راح بقى اشترى عربيات واللي راح اشترى شقق وينزل استوريهات بالعربيه ومش عارف ايه، ولا راح بنى ولا راح اتعاقد على مواد بنا ولا اي حاجه، ويجي يقول لك دي الظروف والحاجه زادت عليا. طب ما انت اللي اتصرفت غلط. ما هو انت اللي اتصرفت غلط. ما هو انا يا اما ابقى قد الحاجه فادخل فيها يا اما ما ادخلش، لان انا في ناس رقبتها متعلقه بيا. يعني انا الناس دي كلها المفروض ان هم واثقين فيا، فانا لازم اكون قد الثقه دي. الاسعار زادت عليك دي مشكلتك. ليه؟ لان انت لازم تبقى حاسب الكلام ده كله. مش عارف تحسبها، ابني مشروعك الاول بعد كده ابدا ان انت بيعه. لكن ان انت تورط الناس وتيجي تقول لهم انا الوحده بتاعتكم كانت بكام وبقت بكام عشان تاخد منهم اي فلوس تحت اي بند بقى غرامات ولا اي حاجه، لا ده مش صح. وده يعني مش ما يرضيش ربنا ابدا. فلازم يا جماعه الناس اللي وثقت فينا والناس اللي جت اشترت معايا والارض لسه رمله ما فتحطش فيها حاجه، لازم اكون قد الثقه دي ولازم اراعي ربنا فيهم. فبلاش لما يجي العميل يجي يقعد مع خدمه العملاء يفضل ان هو يهندل فيه عشان خاطر يطلع منه اي فلوس ويهدده. انت